السلام عليكم. الوصفه ديال اليوم هو واحد لي ميني تارت باللوز. الناس اللي كيتبعوا ستوريات عارفين القصه ديالها. غادي نحتاجو 80 غرام ديال الزبده اللي ضروري تكون بدرجه حراره المطبخ، كنضيفوا عليها 80 غرام ديال السكر سنيده، وغادي نخلط هاد المكونين بجوج حتى غادي ينسجموا ليا العناصر. من بعد غادي نضيف لهم حبه ديال البيض، وغادي نخلط هاد المره بالفواي حتى غادي نحصل على واحد الكريمه كيكون هذا هو الشكل ديالها. وغادي نضيف عليهم مباشره 150 غرام ديال اللوز اللي مطحون، ممكن تخدموا اللوز بالقشور ولا اللوز بلا قشور على حسب اللي بغيتو. وغادي نضيف في الاخير واحد النص ديال الخماره ونخلط. بالنسبه لاباط فانا خديت لاباط بغيزي قسمتها على 4 وبديت كنشكل. انا درت ليا 7 ديال الحبات، المهم ما تديوش على الشكل لان غادي يتعمروا، فما درتش فيهم شي مجهود. كنتقبوهم بالفرشيطه مزيان، كنعمرهم بهذاك الخليط ديال اللوز وكنزيد فوق منهم اللوز ايفيلي وكندخلهم يتحمروا. هذه النتيجه ديالهم. ممكن انكم تسقيوهم بالعسل ولا الناباج الفوق، انا درت غير شويه د العسل سخنته ودهنتهم من الفوق. كما ممكن انكم ديروا لهم الكونفيتور ديال المشمش. نخلي لكم تفاصيل الطياب في التحت.